كي تدخلي لعالم الزواج ماشي غير حياتك مع راجلك اللي تتبدل، حتى الدائرة العائلية تولي تحدي جديد بالنسبة ليك. ومن أصعب العلاقات وأكثرها حساسية هي علاقتك بمرت فلوسك اللي هي زوجة أخ زوجك. في بلادنا مرت فلوسك تقدر تولي أخت أو صديقة، وتقدر في نفس الوقت تولي مصدر توتر بالنسبة لك من غير قصد. علاش؟ لأنه مجتمعنا فيه عادات وفيه حساسيات وفيه نظرة شكون الكنة اللي تولي قريبة أكتر للعائلة. اليوم راح نحكي معاك على أسرار تخليك تتعاملي مع مرض لوزك بالطريقة الملكية، طريقة راقية وواعية وفيها الحذر اللي يخليك تحافظي على طاقتك وعلى مكانتك قبل ما تخسري ذاتك ولا تخسري حتى حياتك الزوجية. ولكن قبل ما نبدأ خليني نقولك حبيبتي، إذا ما كنتش مشتركة في القناة ما عليك غير تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد أنا نحطه، وباش تاني كنكبروا العائلة تاعنا مع بعض. وما تنسيش حبيبتي تدعمي اختك بالاعجاب باش هكا الفيديو تاعي يشوفه اكبر عدد من الاخوات المقبلات على الزواج والاخوات اللي محتاجين يسمعوا هذا الكلام. انتي راح تستفادي من كلامي، خليني حتى انا نستفاد منك بضغطة زر، ضغطة ما راح تكلفك حتى ثانية، لاني صح محتاجة دعمكم في هذه الفترة. النصيحة الأولى اللي نقدر نقدمها لك راح تكون بعنوان المسافة الذهبية. خلي بيناتكم خط رفيع وواضح. شوفي حبيبتي، احنا عندنا في الجزائر كي تدخل العروسة الجديدة للدار تلقى مرتلوسها حابة تتقرب، حابة تحكي، حابة تتعرف، حابة تعرف كل صغيرة وكبيرة عليك. وهنا الغلطة اللي بزاف يوقعوا فيها انهم يفتحوا قلوبهم كامل، يحكوا وش كاين وش مكانش. حبيبتي خلي حياتك فيها غموض، كوني لطيفة بس خبي شوية من حياتك. العلاقة هذه لازم تبقى فيها لمسة رسمية حتى ولو كانت المودة حاضرة بيناتكم. في الوقت اللي تجي عندك مرت لوسك وتبدا تحكي معاك ما تتحمسش زياده، كوني ذكيه في الكلام لانه راها كل كلمه تخرج منك محسوبه عليك. شوفي، احنا كوننا جزائريين وكوننا عايشين في العائله الجزائريه، كلمه صغيره ممكن توصل للعائله كامل وممكن تسبب لك مشاكل وتدخلك في دوامه ما تقدري لهاش. اذا النصيحه اللي نقدر نقدمها لك هي تفادي الجمايع والقيل والقال مع مرت لوسك قد ما تقدري. لازم علاقتك بها تكون سطحية، اي موضوع تجبد لك عليه ما تتعمقيش فيه معها. ردودك لازم تكون موزونة وملكية، حتى كي تجيك ملاحظة جارحة ولا سؤال فضولي في هذه اللحظة جاوبي بابتسامة مصحوبة بإجابة مختصرة جدا وغير الموضوع مباشرة، خصوصا إذا السؤال كان جارح وما عجبكش وما ديتيش راحتك فيه. نعطيك مثال بسيط وواقعي. مرت لوسك سقساتك قدام العائلة الكل وقالت لك ما حملتيش. حبيبتي هنا الرد لازم يكون ملكي. جاوبيها بضحكة، قولي لها راني نشوف كم قلقة اكتر مني. قولي لها انا نهار اللي ربي يشوف فيه خير ليا اكيد راح يعمر لي حجري به، مانيش كامل مقلقة. عمرك ولا تخلي العلاقة بينك وبينها تولي ساحة منافسة. في بعض العائلات ومن غير قصد يصرى مقارنة ما بين العرايس، شكون اللي طيابها بنين، شكون اللي رزينة وثقيلة، شكون اللي عندها ذوق وتعرف تلبس، شكون اللي راجلها يبغيها اكثر وداير لها قيمة قدام العائلة، وغيرها من المقارنات. السر هنا يا حبيبتي انك ما تدخليش اللعبة هذه، لازم تمشي بفكرة انه ما كمش اخواتات، ما كمش خارجين من عائلة واحدة، كل واحدة وزوجها، كل واحدة ومبدأها وكل واحدة وتربيتها وكل واحدة وعائلتها اللي خرجت منها وعاداتها وتقاليدها. الدنيا هذه راها أذواق والذوق يختلف من إنسان لإنسان. إذا لا داعي للمقارنة أبدا، لأنها راح تولد فيك نوع من الغيرة ومع الوقت راح تتطور الحقد، وهذا الحقد راح يدخلك في دوامة نفسية ما كاش كيفاش تخرجي منها. خلاصة القول تقول يا عزيزتي، لما يبدو يشكروا فيها قدامك كونك ذكية عليهم وتدخلي معهم في هذه اللعبة وزيدي شكريها
ومدحيها أكثر، وبيني أنك ما كيش ضدها وراكي فرحانة لها بهذا الإنجاز اللي راها فيه. التواصل بيناتكم يكون في الواقع فقط. نعم حبيبتي، ما عندك حتى سبب يخليك تحكي معها في التليفون ولا فيسبوك ولا غيره من المواقع. تقدروا تقصروا كي تتلاقاو عند أهل الزوج ولا في المناسبات فقط. التصار الزايدة تجيب الخسارة، كما قالوا ناس زمان: البعد يجيب السلام والقرب يجيب الكلام. والحاجة اللي نقدر نوصيك عليها، ما تشتكيلهاش على راجلك، ما تخبريها لا بإيجابياته ولا بسلبياته، وياكي تحكي لها على عيوبه، لأنه راح يجي نهار وتقول لك: حكا كي راه هذاك الكذاب نتاعك، وين راه المشحاح نتاع راجلك، هنا واش ديري تزحفي؟ ما عندكش الحق، لأنك أنت اللي عطيتيها هذه الفرصة. وياكي تشكريه قدامها ولا تحكي لها على أموركم الشخصية، ولا كيفاش يتعامل معاك، وش شرالك، شحال عطاك، وش راكم تخطوا. ابدا، خلي حياتك الشخصيه فيها غموض، وديري في بالك انه كل ذي نعمه محسود عليها، وتانيك يقدر الشيطان يزين زوجك في عينيها. وما تقوليش مستحيل، لانه صرات وصرات وصرات. شوفي، في العلاقات العائلية وخصوصا مع مرت لوسك الذكاء ضروري. كوني دايما فاهمة روحك، فاهمة موقعك، وماشي أي تصرف يستاهل تردي عليه. مرات السكوت يربحك، ومرات كلمة موزونة ترفعك. العلاقة هذه ماشي لازم تكون مثالية، بصح لازم تكون هادئة ومحترمة وواضحة. خلي حياتك فيها غموض وفيها جانب مظلم ما يعرفه حتى واحد من غيرك انتي، ما تكونيش كتاب مفتوح. الى هنا كملت حلقة اليوم، نتمنى تكوني استفدتي من كلامي ولو بنسبة 1%. اذا عندك اي استفسار حول الموضوع، ولا عندك اي موضوع اخر حابتني نناقشه معكم، ما عليك غير تخليه لي في التعليقات، وانا اكيد راح نكون في الخدمة. ونتمنى تخلي لي رأيك في حلقة اليوم في التعليقات. ما تنسيش أنه جرعة أمل واحدة كفيلة باش تغير مسارك. إلى اللقاء في حلقة قادمة من جرعة أمل.